الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة أولا بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته، وأحذركم من معصيته، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في نداء إيماني لعباده المؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يخاطبهم فيقول من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة ربط الحلال والحرام بالإيمان. هنالك علاقة مضطردة، كلما تحريت الحلال ازداد إيمانك وازدادت روحانيتك، وكلما وقعت في الحرام أظلم قلبك وابتعدت عن نهج الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في القرآن العظيم اسمها المائدة، سورة المائدة. والمائدة من قرأ سورة المائدة يقصد بها المائدة التي نزلت من السماء لسيدنا عيسى عليه السلام والحواريين، أي مائدة طعام. لذلك جعل الله عز وجل واعتنى بهذا الأمر في سورة المائدة، فذكر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الطعام الحلال، ما يحل وما يحرم عليه من الطعام والشراب والصيد. فبدأ سورة المائدة بقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذن الله عز وجل أحل لنا البهائم، الأنعام، الغنم، البقر، الماعز، الجمال، وذكر في هذه السورة ما حرم علينا، فقال جل جلاله:
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخر الآيات. وأيضا ذكر الشراب الحرام، حرمت عليكم الخمر والميسر، وذكر لنا أحكام الصيد، صيد الحلال والصيد الحرام. صيد البر محرم إذا كنت محرم، وصيد البحر حلال. وذكر لنا أحكام صيد الجوارح، أحكام صيد الكلاب، متى يكون حلالا ومتى يكون حراما. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة ذكر لنا أحكام الطعام والشراب، فبين لنا ما هو حلال وما هو حرام. والله عز وجل بالنسبة لأحكام الطعام والشراب جعلها 3 مستويات، فخاطب الناس عامة، وخاطب المؤمنين خاصة، وخص بالخطاب الأنبياء والرسل. فقال للناس: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تطغوا فيه. وخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، بقوسين خص، من طيبات ما رزقناكم. وخاطب المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلما ازداد إيمانك وارتفع مقامك ازدادت نسبة التحري في الطعام، في الحلال. لذلك هذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مفاخر هذه الأمة ومن مكارم هذه الأمة أن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن ذكرنا من أسباب إجابة الدعاء إطابة المطعم. أطب مطعمك تستجب دعوتك. ما هو الطعام الحلال أيها الإخوة؟ وما هو الحرام؟ وكيف نتخلص من الحرام؟ وما عقوبة الحرام في الدنيا والآخرة؟ الطعام الحلال أيها الإخوة له شرطين: هو أن يكون مالا حلالا، وهذا الأهم، أن يكون أصل المال، أصل الطعام مالا حلالا. والشرط الثاني أن يكون طعاما حلالا أحله الله عز وجل، أي بعيد عن المال الطعام الحرام. الله عز وجل حرم علينا لحم الخنزير، لحم النطيحة المتردية الموقوذة، لحم الدابة التي لم تذبح ذبح شرعي. وهنا يدخل بين قوسين المعلبات التي تأتينا من الغرب. ما أدرانا أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية. صحيح كافين ذبحت على الطريقة الإسلامية، ولكن أغلب المسالخ والمذابح في الغرب إنما تكون بالصعق الكهربائي، بالصعق. يصعقون الحيوان فيموت، فيدخلونه إلى أفران عالية الحرارة، بيطبخوا الجلد مع العظم مع اللحم، كل شيء بيطبخوا، بيبعثوا لك يا مرتدل. فهنا يجب التحري، يجب أن نتحرى عما نأكل، أن يكون المال حلالا طيبا مما أحله الشرع، وأن يكون الشراب أيضا حلالا. الشراب إذا فيه نجس، فيه خمر ولو نسبة قليلة جدا تبتعد عنه. ما حرم ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني في مشروبات في الأسواق لازم نتحرى مشانها، مشروب طاقة أو ما شابه، طلع العلبة إذا ذاكر لك 1 بالمليون كحول أو خمر، هذه محرمة، يجب أن لا يدخلها الكحول نهائيا. إذن شرط الحلال أن يكون مما أحله الله عز وجل، وأن يكون طعاما حلالا. نتحرى يا أخوان،
نتحرى عما يدخل إلى أجوافنا. سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه رضي الله عنه وأرضاه مرة كان جائعا، فقدم له الخادم طعام فأكل منه، فلما مضغوا وبلعوا قال الخادم: أتدري يا سيدي من أين هذا الطعام؟ قال: لا. قال: لقد تكهنت لرجل في الجاهلية. تكهنت عملت له رقية، والآن رآني فأعطاني أجرتي. من زمان هلق شافني أعطاني الأجرة، فهذا الطعام من الثمن الذي أخذته على رقية في جاهلية فيها شبهة فيها حرام. فقال: ويحك كيف تفعل بذلك؟ فوضع يده في فمه سيدنا الصديق وتقيأ حتى كادت أن تزهق روحه. قالت له: يا أبتي رفقا بنفسك. قال: والله لو خرجت روحي معها لا أبالي بذلك. المهم ما يبقى شيء من أثرها في قلبي. الأمر خطير جدا يا أخوان. احرص على الحلال، احرص على أن تدخل جوفك وجوف أبنائك المال الحلال. أحد أئمة المسلمين من عظماء هذه الأمة الإمام الجويني إمام الحرمين، لقب إمام الحرمين، كان عالما ومحدثا وفقيها ولغويا ومفسرا وزاهدا وتقيا وصالحا، وكان خطيبا مفوها، وهو شيخ الإمام الغزالي رحمه الله جميعا. كان إماما في العقيدة والتوحيد على مستوى العالم الإسلامي. توفي في سنة 478 هجري، قبل تقريبا 980 سنة، ولهذه اللحظة كتبه تدرس في الجامعات والمعاهد الشرعية. الإمام الجويني كان عندما يخطب على المنابر لها هزة، ولكن أحيانا تصيبه حبسة سكتة، بيحبس لسانه، يوقف، تصيبه سكتة، وهذا من العيوب. فسألوه: ما هذه السكتة، ما هذه الحبسة يا إمام؟ قال: عندما كنت طفلا رضيعا كان والدي ووالده عالم جليل يحرص على أن يطعم أمي الطعام الطيب الطاهر الحلال. وفي أحد الأيام مرضت أمي، وكانت عندها جارية لجيراننا، فأخذتني ووضعتني على صدرها وألقمتني من ثديها، ورحت أرضع من صدرها، فدخل والدي، فلما رآني على صدرها غضب غضبا شديدا، وأخذني بقوة وأمسكني من قدمي ورأسي إلى الأسفل، وراح يضرب على ظهري ويضع يده في فمي حتى أتقيأ. قالوا: رفقا بالطفل. قال: والله لو ذهبت روحه ما باليت، ولا يبقى في بطنه شيء من الحرام. فيقول: هذه السكتة من آثار تلك مصة الحي، ولكن خلطت العروق. إذن الأمر مو سهل يا أخواننا الكرام، الأمر مو سهل. لذلك يقول سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: لو صليت حتى تكون كالحنايا، مثل القوس منحني، وصمت حتى تكون كالوتر، وتر القوس، مستقيم ضعيف هزيل من الصيام، لم ينفعك ذلك بشيء إلا أن يكون عندك حاجز من الورع. يكون عندك حاجز من الورع، من الخوف من الله عز وجل، ألا تدخل جوفك إلا الحلال. ويقول الإمام الجليل يوسف ابن إسباط كما ذكره الإمام القشيري في كتاب تفسير وشرح أسماء الله الحسنى، يقول يوسف ابن إسباط: إذا رأى إبليس رجلا صالحا متعبدا كثير العبادة أرسل أعوانه لإغوائه وإضلاله، فيقول لهم: اذهبوا وانظروا من أين يأكل، من أي طعام، شو عم يأكل، حلال ولا حرام؟ فإذا قالوا له بأن مصدر طعامه سوء قال: دعوه فقد كفاكم بنفسه، لا تعذبوا، شوفوا واحد غيره، ما دام مطعمه حرام خلاص، هذا أموره خاص. لذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله
عنه وأرضاه: لا يقبل الله صلاة امرئ وفي جوفه لقمة حرام. لا يقبل الله صلاة امرئ وفي جوفه لقمة حرام. قد يتعلل ويتعذر كثير من الناس الآن، خاصة في الظروف التي نعيشها، ظروف خاصة. يقولون: يا شيخ طيب الراتب لا يكفي، وبطالة وحصار وحرب، وشايف الوضع، مخيمات وساكنين بالآجار، ويا دوب عم نحسن نأمن آجار البيت. إذا ما عملنا هيك ما نحسن نكمل لراس الشهر. ومين قال لك يعني هذا الكلام؟ اعلم أيها الأخ المسلم، أيها الأخ الحبيب، أن المال الذي تأكله حراما استعجالا منك لو صبرت عليه لأصبح حلالا، لأن ما قسم لماضغيك أن يمضغاه فسيمضغاه، ما قسم لك سيصله. قد ضمن تعالى في الرزق القيام في كتاب منزل نورا للأنام: القناعة راحة والطمع حرام والرضا فريضة والسخط حرام. إذن لا تستعجل على الحرام، يأتيك حلالا. الأمر الثاني: عليك بالعمل، عليك بتحري الحلال والعمل. وظيفتين معلش، أتعب هذا الجسد لترتاح هذه الروح. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى منكم كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. من أمسى كال، تعبان من عمل الجسد، من عمل النهار في سبيل طلب الرزق الحلال، أمسى مغفورا له. فلا تتعجل الحرام، إنما تحرى اللقمة الحلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة. تحفظ بطنك وتحفظ فرجك، النبي يضمن لك الجنة. لذلك أيها الإخوة هناك بعض الوصايا. اعلم أيها الأخ المسلم أن المال الحرام الذي تجمعه وتتعب في جمعه وتحتال في جمعه من أبواب الحرام الكثيرة، إن أنفقته على جسدك وأولادك لم يبارك لك فيه. قالوا: يا رسول الله الحلال يذهب؟ قال: يذهب. قالوا: الحرام؟ قال: يذهب بأهله. فهذا المال إذا أنفقته لا يبارك لك فيه، وإن تصدقت به لم يقبل منك. والله عمر جامع من الحرام، ما لك ولا حسنة ولا حسنة، أصله سحر. وإن تركته لأولادك إرثا كان زادك إلى النار، زادك إلى النار. واعلم يا أيها الأخ الحبيب أن مال الدنيا يبقى في الدنيا. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فأما ماله فيكون في البيت، ما بيتحرك، المصاري بتضل بالخزانة، والسيارة بتضل صافية على الباب، خلصت وظيفتك. وأهله إلى القبر إلى الجبانة، وعمله يدخل معه القبر. فالمال باق في هذه الدنيا. واعلم يا أيها الأخ الحبيب أن المال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: المال الذي يجمع من مهاوش يذهب في نهابر، حديث نبوي. المال الذي يجمع من مهاوش يعني من غير محله يذهب في نهابر أيضا في غير محله. تعب الحج على نفسه واعتدى على تخم جاره وأكل مال الحرام وحوش زيتون جاره بالليل ونصب وجمع المصاري للورثة، راحوا يتبهنكوا فيها بالكافيه وبالمناطق، ذهب المال هباء ما استفادوا منه شيئا. ما تجمعه من مهاوش يذهب في نهابر يذهب الله عز وجل في لا محل له. أيضا اعلم أنه لا يسلط عليك
الظالمين لأخذ مالك إلا بقدر ما تسلط نفسك على أموال الناس. عفوا تعف نساؤكم. ابتعد عن الحرام يحفظ الله عز وجل لك المال الحلال. واعلموا أيها الإخوة أخيرا أن الجنة لا يدخلها جسد نبت من سحت. ما نبت من سحت فالنار أولى به. لذلك يا أيها الإخوة اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واتقوا الله في أبنائكم، وتحروا اللقم الحلال، واطلبوا دائما من الله البركة. إذا نزلت البركة والبركة جند من جند الله، إذا نزلت في المال كثرته، وإذا نزلت على الجسد أصحته، وإذا نزلت على الذرية باركت فيهم. لذلك نسأل الله عز وجل البركة. وخير ما تترك لأولادك من بعدك تقوى الله. وكان أبوهما صالحا وليخشى الذين، يقول ربنا، وليخشى الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأفضل ما تورث ولدك تقوى الله عز وجل. علم زوجتك إلا نساء الصحابة يا مرة، لا ضلت تزني براسي وتجيب. نساء الصحابة كانوا يودعون الرجل إلى الباب، يشيعونه إلى الباب ويقولون يا فلان اتق الله فينا، إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. نصبر على الجوع بس ما نصبر على النار. لا تطعمنا إلا حلالا. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا جميعا الرزق الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يصرف عنا الحرام. اللي أكل حرام يحاول أن يتخلص منه ما دام في الحياة. أدي الحقوق إلى أهلها ورد المظالم إلى أهلها ما دام هناك درهم ولا دينار. غدا ستحاسب على النقير والقطمير ولا درهم ولا دينار. فليتق الله عز وجل. أخيرا وليس آخرا أيها الإخوة، حدث قحط في أحد المدن، هذه كان يذكرها أشياخنا كثيرا. حدث قحط فخرج الناس لصلاة الاستسقاء، وصلوا ودعوا كلهم ذهبوا إلا في صاحب حانوت بقالية دكنشي ما طلع صلاة الاستسقاء. فرجعوا الناس قالك يا أبو فلان، يعني أنت مانك من هالناس أنه ما بتحس بإحساسنا أنه نحن والنسوان والعجيان والبقرات والنعجات والدجاجات خرجنا للاستسقاء وانت قاعد كمان اسعى بتدور مصاري ودنيا. قال ايش بدكم؟ قالوا بدنا الله ينزل المطر. قال بسيط. فخرج معاه وزنتين ايام زمان، ايام الموازين القديمه يعني. فتوجه وقال يا رب بحق هذه الأرطال أنزل علينا الأمطار، وما هي إلا برهة حتى تلبدت السماء بالغيوم ونزل المطر. فقالوا شو قصة هالأرطال؟ قال هذا أول رطل مزود فيه وقية، إذا بدي أبيع للناس ببيعهم دائما زايد وقية مشان ما أدخل عليه شيء. شو والرطل الثاني نقص وقية، يوم بدي أشتري من الناس يعني الكيلو 800 جرام بحسب له إياها كيلو مشان يظل المكسب مع الناس حتى لا يدخلني حرام. وكان والدي الله يرحمه كان عندنا حانوت قديم، يوميا نظف كفات الميزان بالغبرة، بدك تتحاسب على غبرة الميزان. فيا أيها الإخوة يا أيها التجار، راقبوا الله عز وجل في هذه الأمور، لا تحسبوه هينا، هو عند الله عظيم. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الرزق الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يبعد عنا الحرام، إنه سميع قريب ومجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.